السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم عن الجراوند، هنتكلم عن الكبير، هنتكلم عن be verb to be. verb to be هو الفيرب اللي شايل او الفعل اللي شايل اللغة الانجليزية على كتافه بالمعنى الحرفي. هو اهم فيرب موجود في اللغة الانجليزية، عشان كده هو الاكسلري فيرب الوحيد في اللغة الانجليزية والفعل المساعد الوحيد في اللغة الانجليزية. وده لاني انا بعمل بيه ازمنه كامله زي الكونتينوس تنسز، الازمنه المستمره، وبعمل بيه كمان الباسيف فويس، بعمل بيه المبني للمجهول. فهو اهم فعل حرفيا في اللغه الانجليزيه. كمان انا بعتمد عليه بشكل كبير جدا في عمل كويشنز، الاسئله والى ما خلافه. طيب عشان نفهم فيرب تو بي، في حلقه احنا كنا عاملينها عن التايبس والفورمز بتاعت الفيربس، بتاعت انواع واشكال الافعال. دي ممكن ترجع لها عشان تعرف ايه هي الفورمز او التايبس بتاعت فيرب تو بي. بس انا هفكرك بيها سريعا كده. في عندي له مصدر اللي هو بي، وعندي تصريف اول ام اس ار، وعندي تصريف ثاني اللي هو باز وير، وعندي تصريف ثالث اللي هو بي. وكنا قلنا استخدامات كل شكل من الاشكال دي في حلقه ازاي تعرف شكل الفعل وتحدد نوعه. تمام؟ طيب انا قابلت فيرب تو بي، قابلت ام از ار، قابلت واز وير، قابلت بين، قابلت بي. اعرف منين دلوقتي ان انا فين، او انا بعمل ايه هنا، او ده جاي ليه هنا، او انا اجيبه امتى؟ بص يا سيدي، خلينا في ام از ار واز وير. سيب بي سيب بين على جنب، مالناش دعوه بيهم دلوقتي. ام از ار واز وير لو قابلتهم في اي مكان في اللغه الانجليزيه والجمله ديت جمله منتهيه فول ستوب، يعني مش كويشن، يعني مش سؤال، جمله منتهيه بنقطه. هنا بتتكلم عن جمله ستيتمنت، بتتكلم عن جمله خبريه. الجمله ديت قدامك فيها فيرب تو بي، يعني فيها ام از ار او واز وير. انت هنا بتتكلم عن حاجه من ثلاثه. يا اما بتتكلم عن present simple او past simple، الاثنين دول بيكونوا اكتف، دي حاله. يعني بتتكلم عن مضارع بسيط، ماضي بسيط بس معلوم، ودي حاله. او بتتكلم عن present simple past simple بس بيكونوا passive، ودي حاله. يعني بتتكلم عن مضارع بسيط ماضي بسيط بس بيكونوا مجهول، دي حاله ثانيه. او بتتكلم عن continuous tense، بتتكلم عن ازمنه مستمره، اللي هو البريزنت كونتينوس المضارع المستمر، والباست كونتينوس الماضي المستمر، ودي حاله. يبقى انت كده بتتكلم عن كام حاله؟ عن ثلاثه. يا اما بيكون مضارع بسيط او ماضي بسيط معلوم، مضارع بسيط ماضي بسيط مجهول، مضارع مستمر او ماضي مستمر بس ده طبعا بيكون في المعلوم. طيب لو لقيت معاه اي ان جي، يعني جه بعده فيرب في اي ان جي، فاحنا كده بنتكلم في زمن مستمر. فتقول مثلا هي از بلاينج فوتبول، فاز هنا جايه مع بلاينج فوتبول، فانت بتتكلم في مضارع مستمر. he was eating fish، هو كان بياكل سمك، فهنا بتتكلم على past continuous ماضي مستمر معروف. طيب ما لقيتش معاه اي ان جي، ما لقيتش معاه انفينيتيف في اي ان جي، طيب هتلاقي معاه past participle، هتلاقي بعده تصريف تاني بس هنا هيبقى مجهول. فهنا انت بتتكلم عن مضارع بسيط او ماضي بسيط مجهول. فبتقول مثلا ايه؟ football is played، الكره تلعب. is played هنا جاي تصريف ثالث، فهنا بتتكلم عن مبني للمجهول في المضارع البسيط. او بتلاقي مثلا fish was eaten، السمكه او كده، هنا بتتكلم في ماضي بسيط بس بيكون مبني للمجهول. يفضل عندك بقى الحاجه الثالثه، وانا بنتكلم عن مضارع بسيط او ماضي بسيط بس بيكون في المعلوم، وهنا هيكون بعده حاجه من ثلاثه: اسم، صفه، حرف جر. اسم، صفه، حرف جر، فانت بتتكلم عن مضارع بسيط او ماضي بسيط بس بيكون معلوم. فتقول مثلا ايه؟ هيز احمد، هيز احمد يعني هو احمد، وهنا بنتكلم عن مضارع بسيط، مش بنتكلم عن مضارع مستمر. ما نيجي نقول مثلا هي واز احمد، هو كان احمد، يعني حد كان بيخبط وبنسال مين اللي كان بيخبط يا جماعه، فقالوا هي واز احمد او ات واز احمد، هو كان احمد. فهنا بنتكلم عن نون برضه، ده اسم جاي بعد فيرب تو بي، فده مضارع بسيط او ماضي بسيط. طيب او يجي اللي بعده الصفه adjective، فنقول مثلا he is happy، he is happy، فهي is happy يعني بنتكلم عن مضارع بسيط. طيب he was sick، he was sick هو كان مريض، بنتكلم عن ماضي بسيط. اوكي طيب او حرف جر، فتقول مثلا he's at home، he's at home، he's at home يعني هو في البيت، هنا بنتكلم عن مضارع بسيط. يبقى مش كل ما نشوف am is are or was نتكلم على انه مضارع مستمر او ماضي مستمر، لا، ينفع يكون مضارع بسيط او ماضي بسيط على حسب ايه اللي جاي بعده. بي وبين، بي ده المصدر، بين ده التصريف الثالث. بي في حلقه كامله عاملينها عن استخدامات المصدر، من ضمنهم فيرب تو بي، يا ريت ترجع وتتفرج عليهم. بي اللي هو المصدر ده انا بستخدمه لما اكون بتكلم عن حاجات ثابته بتبدا بمصدر، يعني عايز اقول be careful، خليك حريص، خليك حذر، دي حاله. وممكن استخدمه لما اكون جايبه بعد تبرير، يعني مثلا اقول ايه؟ he studies hard to be a doctor، هو بيذاكر بجد to be a doctor علشان يكون طبيب. او he wants to be a doctor، هو يريد ان يكون طبيب. فانا هنا جبت الفيرب، جبت be.
مصدر infinite. اوكي، حالات المصدر معروفه، وفي حلقه كامله عن ازاي اجيب مصدر وامتى اختار مصدر، هتلاقي من ضمنهم بين. وبين بنستخدمها زي ما قلنا قبل كده في الزمن التام، يعني لو جبتها بعد هاف وهاز او هادي يبقى كده بعمل الزمن بيرفكت، بعمل الزمن تام، سواء كان بقى بريزنت بيرفكت مضارع تام او باست بيرفكت بعمل ماضي تام. اتمنى يا رب تكون فهمت فيرب تو بي كويس ووصلت لك المعلومه بشكل افضل. ولو في اي تعليق او استفسار تقول تحت في كومنت، وان شاء الله هرد عليك في اسرع وقت. ولو عجبك الفيديو طبعا مش محتاج اقول لك شير سبسكرايب ولايك ودعمني، واشوفك ان شاء الله على خير في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.